ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض برسيل جل بمكون بسيط. كوبايه من مسحوق البودر عملنا بيها القمر اللي انتي شايفاه ده. شفافيه زي بتاع الشركات واقوى من الفانش. نظافه مفيش بقع الا لما هيشيلهالك ويخليلك الهدوم بتاعتك ترجع جديده من تاني. يلا نشوف عملنا العسل ده ازاي. ولو اول مره تنوريني وتشوفي قناتي، ياريت تحطيلي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد هقدمه معاكي الفتره الجايه. هنعمل مع بعض البرسيل الجل. هنعمل بكوباية من مسحوق البودر، هنعمل 13 لتر من برسيل الجل. هنشوف مع بعض عملناه ازاي وبالخطوات وبكل حاجة، وهتشوفيه معايا وهتعمليه وتجربيه وتقولي لي ايه النتيجة معاكي وتقولي لي ايه رأيك فيه. والوصفة النهاردة عظمة، هتعجبك قوي. هنمشي مع بعض الخطوات واحدة واحدة. اول حاجة هجيبها نص كوباية مية، وهنحط عليها، وياريت تكون سقعانة، هنحط عليها معلقتين من البوتاس، او زي ما بتسموه القشور او هيدروكسيد الصوديوم. واول ما تحطيها على الميه ياريت تكون سقعانه علشان تحدي شويه من الابخره اللي بتطلع منها، وتقلبيه لحد ما تتاكدي ان هو داب معاكي، وتسيبيه يبرد لان ما ينفعش اشتغل بيه وهو سخن. وهكون انا جايبه طبق، هحط فيه نص كوبايه زيت مستعمل، بتصفيه وتحطيه، او لو عايزه انتي تحطي زيت نضيف مفيش مشكله. ونحط عليه كوبايه من البرسيل البودر العادي. ونقلب كويس ونتاكد ان هو داب مع الزيت. اي نوع برسيل، انا استخدمت اوكسي، بس هي اي نوع برسيل عندك. هفضل اقلب فيها كده كويس لحد ما اتاكد ان هم اتجانسوا مع بعض. هنزل عليهم بقى بالبطاطس وهقلب كويس، واسيبه شويه، مش هياخد وقت ان هو ينشف، بينشف بسرعه. انا سبته 5 ساعات، وهوريكي دلوقتي اول برضو ما نشف معايا بقى عامل ازاي. الوصفه دي محتاجه ان انت كل ما تحطي مكون لازم تقلبي. بفضل اقلب فيه لحد ما يعمل زي الجيلي كده. بصي القوام ده اللي انا عايزاه. هسيبه بقى ده كده لما نشف. بصي، وهيبقى سهل معاكي ان انتي تطلعيه، انا مش عايزاه ينشف اكتر من كده. هبتدي ان انا ابشره بالمبشره عشان يدوب معايا بسرعه. دلوقتي هجيب حله على النار واحط فيها كوبايه ميه، وهبتدي ان انا اقعد اقلب فيه على نار هاديه. اول ما يدوب معايا هطفي عليه لحد ما يتقل بس كده معايا الاول ويدوب، وبعد كده هطفي عليه. هوريك انا مراحل ان هو ازاي بيتقل. هو كده تقل معايا شويه، هفضل اقلب فيه لحد ما يتقل كمان، واتاكد ان كل الحتت اللي انا كنت بشراها ديت اتعملت.
دابت، مش عايزة فيها اي تكتلات. بصي هو كده تقل ازاي. هبتدي ان انا بقى هطفي عليها النار واسيبه كده ايه شوية. هكون انا جايبة طبق حاطة فيه 3 لتر مية، هنزل بمعلقة 3 معالق سكر. ولو انتي الغسالة بتاعتك اوتوماتيك، طبعا الاوتوماتيك اللي هي بابها من تحت دي ما بتبقاش محتاجة الرغوة كتير. ايه، هتستبدلي السكر بمعلقة ملح ليمون، بيقل من الرغوة. انا هنا حطيت 3 معالق سكر، حطيت معلقتين كربونات الصوديوم و... ومعلقة ملح كبيرة، وهنزل بقى بالخليط. والملح ملح الطعام العادي، وهقلبهم كويس مع المية لحد ما اتأكد ان هما دابوا. وبعد كده هنزل بالخليط بتاعي وافضل اقلب فيه. بصي هنا لما دابت بقى معايا، بفضل برضو اقلب. كل ما بتقلبي بتحسي ان هي بتتقل معاكي. هنا لو عايزة تزودي بقى كفاءة الوصفة، بتحطي عليها نص كيلو من برسيل الجل او كيس جل. لو مش عاوزة عادي برضو، هتبقى الوصفة حلوة برضو معاكي. ولو حابة انتي بقى تلونيها تجيبي الوان، مفيش مشكلة لونيها. انا بصراحة ما لونتهاش. وهفضل اقلب واوريكي في الاخر بقى القوام بقى عامل ازاي. وكل ما هتسيبيها هتلاقيها ان هي بتتقل معاكي، هتبقي عايزة تزوديها مية. فدي براحتك انتي بقى، حبة خفيف حبة تقيل براحتك. تقيل هتزوديه مية. انا هنا هوريكي يعني القوام اللي انا عايزاه. كده ده القوام اللي انا عايزاه، مش محتاجة اكتر من كده. ولو سبته للصبح هتلاقيه برضو يتقل اكتر. مفيش احسن من كده ريحة ونظافة. اتمنى اكون فدتكم بالوصفة. ما تنسيش اللايك، وهكون هنا خلصت معاكي.